اخواتنا وحبايبنا وحشتونا جدا جدا جدا. يا ابني افهم، انا منسحب كاهلي من الكاس. يعني انا كنادي اهلي منسحب من الكاس. تكافؤ فرص ايه اللي انت بتتكلم عليه انك مش عايز تلعب المباراه اللي فاتت؟ انا مش عارف تكافؤ فرص ايه اللي انتوا بتتكلموا فيه. عاملين مؤتمر صحفي وطالع ميدو نفسه لما كان مدرب لوادي دجله قال لك الحكام بتجامل الزمالك، يعني سوري في الكلمه، يعني مجامله فجه. يعني مجامله فجه. هو نفسه ميدو اللي كان واقف في الستيج في المؤتمر الصحفي بتاع نادي الزمالك بيقول لك لا احنا مظلومين والمظلوميه واحنا ما ينفعش واحنا ادونا العداله التحكيميه واتركوا الناس شو اسمه ينافسوا على المركز الثاني، وكلام كله نقيض لبعضه. ميدو الاعلامي غير ميدو مسؤول نادي الزمالك. ميدو الاعلامي يقول لك نادي الزمالك بيشتكي المظلوميه، ما فيش مظلوميه. دي حاجه هم بيعودوا الولاد عليها من صغرهم عشان بيعلقوا عليها الفشل بتاعهم. ميدو مسؤول نادي الزمالك يقول لك لا احنا مظلومين. طب يا عم المظلوم، ما شفناش حد منكم طلع قال لك عايزين حكام اجانب مباراه القمه. الاهلي والزمالك لعبهم الثلاث ان شاء الله الساعه 10:30. ما شفناش حد منكم طلع قال لك لا احنا مش واثقين في الحكام المصريين اللي بيظلموكوا زي انتوا ما بتقولوا. انتوا بتقولوا الحكام المصريين مش تمام بيظلمونا. تمام احنا معاكم. ما طلعش حد فيكم قال لك لا عايزين حكام اجانب. لا، نادي الزمالك ما تقدمش بطلب لاتحاد الكوره ان يجيب حكام اجانب. لا، طبعا لان انتوا الحكام المصريين على هواكم، احتواء محمد عادل، وحتى في المباراه الاخيره انتوا كنتوا بتشتكوا انكم ما بتلعبوهاش. اكتر من خطا تحكيمي فج والله. بس احنا بنقول الاخطاء التحكيميه موجوده ووارده، بس ده النقيض اللي احنا بنشوفه. تكون كاعلامي زملكاوي تتكلم، تكون كاداري او مسؤول في نادي الزمالك ما تتكلمش وما انت شايف ومش هتشوف. عفوا، ومش هتشوف. اصل الحكايه عندكم مش نظام. انتوا لو في نظام ما كنتوش وصلتوا الوضع ده في فرقتكم في النادي بتاعكم. والله النادي الاهلي لانه منظومه وما بيعلقش فشله على اي حاجه ثانيه غير على ادارته ولاعيبته ومدربه. دي الدايره اللي فيها الفشل، اداره، لاعبين، مدرب. لا الجمهور ولا التحكيم. التحكيم اللي ظلمك مباراه بيستفاد منه مباراه. ليه وعليه؟ عليا وعليك وفي كل العالم على كده. الدوري الانجليزي بقوته وعظمته فيه اخطاء تحكيميه فجه. السنه اللي فاتت هدف لليفربول قدام توتنهام، والراجل بعد ما استأنف اللعب وحسب التسلل بيقول الفار بيقول له معلش اصل هو مش تسلل. الاخطاء في كل الدنيا. بس انتوا بتعودوا الناشئين بتوعكم ان دي الشماعه يعلقوا عليها فشلكم. زي قلنا مباراه الاهلي والزمالك ان شاء الله يوم الثلاث الساعه 10:30. الاهلي دخل معسكر مغلق النهارده للتاكيد وللتركيز اللاعيبه الكامل في المباراه. احنا كجمهور الاهلي مش هنقبل باقل من الفوز. 8 مباريات الفاضلين في الدوري لازم نفوزهم كاملين عشان خاطر ناخد الدوري، وده لا نقاش ولا جدال فيه بالمره. يعني دي رساله للاعيبتنا، لادارتنا، لمدربنا. موضوع الخوف مش هينفع. عندنا سكواد كامل، سكواد شامل، ما عندناش نواقص. الفرقه بتلعب، الفرقه موجوده. النهارده دخلتوا معسكر مغلق، النهارده الحد قدامنا 2، والنهارده الحد والاثنين ان شاء الله في المعسكر، ومن الثلاث ان شاء الله تطلعوا من المعسكر على المباراه، تأدوا اداء رجولي في الملعب، تكسبوا المباراه عشان احنا عايزين الدوري يا اهلي. الناس للاسف مارسيل كولر استبعدها من القائمه. هو عمر الساعي، محمد مجدي قفشه، علي معلول، ياسر ابراهيم، طاهر محمد طاهر، خالد عبد الفتاح، سمير فرج، ويحيى عطيه الله. اللي بالمناسبه يحيى عطيه الله دخل تمرين النادي الاهلي واشترك في التمرين كامل التدريبات الجماعيه، بس الراجل بيتكلم ان الجاهزيه لسه هو مش جاهز بنسبه 100%. الزمالك بيرصد مكافآت خاصه للاعبيه عشان يكون في نتيجه ايجابيه في المباراه بتاعت يوم الثلاث ان شاء الله. الاهلي طبعا عارفين زي ما قلنا في معسكر مغلق، في تركيز كامل. عايزين حسين الشحات يصحصح، الجردشار يصحصح، وسام ابو علي ان شاء الله يرجع للتهديف. الاجنحه بتاعتنا لازم ترجع بشكل كبير في منطقه الدفاع. انا السوبر الافريقي والمباراه اللي فاتت هدفين يعني بصراحه والله العظيم يدخلوا في النادي الاهلي. التغطيه العكسيه يا جماعه مش كده. التغطيه العكسيه اشرف بن شرقي المباراه اللي فاتت هدف يعني ما يدخلش فرص. احنا عندنا اجنحه على المستوى الهجومي لا جدال عليها، انما على المستوى الدفاعي المدرب لازم يكون ليه كلام معاهم ان يا جماعه ارجعوا ساندوا، يا جماعه ارجعوا دافعوا. الاجنحه مع الباكات بتاعتها ترجع تساند، ونشوف يعني حاجه كده من التماسك في الفرقه. والمدرب بتاعنا يجمد قلبه شويه. احنا عندنا سكواد مرعب والله العظيم، سكواد مرعب من خط الدفاع. الناس راجعه كلها وجاهزه، من اشرف داري لياسر ابراهيم لمحمد هاني لرامي ربيعه. مفيش حجه ومفيش ادنى سبب ان احنا ما نقدمش مباراه كبيره جدا جدا، وان احنا ما نكتسحش كل الفرق ال8 فرق اللي صعدوا معانا
للتصفيات النهائيه في الدوري بتوع الفرق الكبار، ان ما نفوز عليهم كلهم وناخد الدوري ويتوج الاهلي ان شاء الله ان شاء الله يا رب بالاهلي. اخواتنا وحبايبنا، دي كانت اخر واهم الاخبار الموجوده معانا. حطوا لنا رايكم في مباراه يوم الثلاث وتوقعكم النتيجه في التعليقات. وخلونا حبايبنا بستاذنكم بس اي حد يشوف الفيديو حطوا لنا لايك، عشان اللايكات بتساعدنا ان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام.